أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهد شبابنا واهد بناتنا واهد نساءنا واهد رجالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وبعد، أيها الأحبة في الله، استمرارا للسيرة العطرة لهذه العبقرية الفزة الإمام علي كرم الله وجهه الذي رافق الحبيب المصطفى منذ أن كان طفلا إلى وفاته، ثم بعد وفاة المصطفى في أحداث تؤرخ لهذا الدين وفي أحداث في غاية الأهمية. انتهينا إلى أن علي كان قاضيا في المدينة في اليمن، ثم عاد من اليمن إلى المدينة المنورة خارجا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. تعالوا اليوم وفي هذا اللقاء عشان نشوف سويا حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم بعيون الإمام علي الذي رافق المصطفى في هذه الرحلة من خلال هذا اللقاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة قاصدا مكة حاجا إلى بيت الله الحرام، ولأول مرة من بعد الهجرة يخرج النبي على رأس بعثة الحج، والتي قبلها كان رئيس بعثة الحج سيدنا أبو بكر الصديق، والتي قبلها كان سيدنا سعد ابن عبادة، اللي هو سنة 8 ثم سنة 9 ثم سنة 10 التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما سميت حجة الوداع. الإمام علي رجع من اليمن عشان يلحق يطلع مع النبي من المدينة، فما لحقش النبي في المدينة، خرج النبي قبل وصول الإمام علي، ثم غادر الإمام علي المدينة ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة، وكان له دور كبير في حجة الوداع. هنشوف هذه المشاهد في هذه الرحلة من خلال الإمام علي بيروي بعضها. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم توافد أكثر الذين آمنوا وأسلموا وأعلنوا إسلامهم ليحجوا مع أعظم مخلوق على وجه الأرض حجة قد لا تتكرر مرة أخرى. مش بس الناس خرجت مع النبي من المدينة المنورة، لا، ده في من القبائل التانية توافدوا على المدينة المنورة ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليحجوا معه وليتعلموا مناسك الحج في ظل الإسلام. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أكثر من 90% ممن حجوا مع النبي لم يروا النبي من قبل، ما شافوش النبي قبل كده، وجاءوا ليتمتعوا برؤية النبي ويتعلموا على يديه مناسك الحج وغيره من أمور هذا الدين الجديد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يضيف حاجات جديدة ويمنع حاجات من اللي كان موجودة في ظل الوثنية وعبادة الأحجار والأوثان. لكن النبي عمل حاجة غريبة أول ما وصل للحرم، إن طاف بالبيت راكبا ناقته ولم يطف ماشيا. طب لعذر لحاجة، يعني النبي كان تعبان؟ لا. الأمر الثاني إنه توجه إلى الحجر الأسود وقبله وبكى. أول حاجة حتة تقبيل الحجر الأسود، ده اللي بيعملوا حاجة شبه كده الأصول الملكية ورئاسية، فيها حاجة اسمها سجل التشريفات. أول ما يجي ضيف يدوله السجل ده يكتب فيه كلمة ويوقع عليها، سجل التشريفات. فما بالك إن أنت مش داخل القصر الملكي ولا القصر الجمهوري ولا قصر فلان ولا قصر علان، أنت داخل إلى بيت الله الحرام، أنت ضيف من ضيوف الرحمن، هتسجل كلمتك وتمضي اسمك في سجل التشريفات. سجل التشريفات ده عبارة عن حجر من أحجار الجنة، حجر من أحجار الجنة اسمه الحجر الأسود أو الحجر الأسعد. سيدنا النبي دخل له وانحنى وقبل الحجر وبكى. فسيدنا عمر يسأل سيدنا محمد ويقول له: يا رسول الله، علام البكاء؟ أنت بتبكي ليه؟ ولما التقبيل؟ فسيدنا النبي قال له: يا عمر، هنا تسكب العبرات يا عمر، هنا آن للعين أن تدمع يا عمر، هنا آن للقلب أن يخشع يا عمر. هو ده تقبيل الحجر.
والحجر ده سوف يشهد لمن قبله أو لمسه أو أشار إليه يوم القيامة. هو كده سجل خلاص اسمه في سجل التشريفات. ده تقبيل الحجر. راح رايح سيدنا عمر للحجر وبيكلم الحجر، وحصل بينه وبين الحجر الحوار ده والديالوج ده. قال له والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. أما أنت جاي له ليه يا عمر وعاوز تقبله ليه؟ والناس النهاردة بتتنافس وتتصارع عشان بس يلمس الحجر الأسود. في هذا الصدام وهذا التنافس وهذه الآلافات المؤلفة التي تطوف بالكعبة، كله عاوز حتى يلمس مش يقبل الحجر. فأنت جاي له ليه يا عمر تقبله ما دام هو حجر لا ينفع ولا يضر؟ بيبين لنا الحكمة اللي غايبة عننا النهاردة. احنا بنتخانق عشان نقبل بس الحجر، مش عشان الحجر ده زي ما سيدنا عمر عاوز يقبله، لا، ده عشان الحجر ده من أحجار الجنة، وده غلط. سيدنا عمر بيقول للحجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني أنا مش جاي أقبلك عشان أنت حلو ولا أنت عشان حجر من أحجار الجنة، أنا بقبلك عشان النبي قبلك. هو ده الولاء لسيدنا النبي، اتباع سيدنا النبي اللي هو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، احنا سمعنا بس ما بنطيعش. سيدنا عمر بيبين هنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عشان كده سيدنا عمر بيقبل، يبقى هنا اتباع لسيدنا النبي. سواء الحجر يستحق أو لا يستحق دي مش مشكلتنا. الحجر ليس مفضل لذاته عشان كده أنا بقبله، لا، أنا بقبله عشان سيدنا النبي قبله. هو ده الاتباع اللي النبي بيعلمه للصحابة، واللي الصحابة اتعلمته من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطواف، إزاي النبي طاف راكبا ولم يطف ماشيا؟ هنا النبي يريد أن يعلم الأمة. الناس اللي جاية الألافات دي كلها ما شافتش النبي قبل كده، ما تعرفش شخص النبي قبل كده، فبالتالي هيتدافعوا الألافات دي كلها، هتتدافع عشان تشوف النبي كويس. النبي ما كانش طويل وما كانش قصير، كان تلتين، اللي احنا بنقول على التلتين متوسط الطول يعني. فبالتالي النبي لو مشي في وسط جموع الناس اي حد هيبص من بعيد مش هيشوف النبي خالص. فالنبي يعمل كذا يقول كذا يعمل، الناس مش هتتعلم، مش هتشوف عن بعد. بالاضافه للحب الشديد لسيدنا النبي، الشوق الشديد لسيدنا النبي، وبالتالي مش هيتعلموا، هيتدافعوا مما قد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا كانت فكرة إن النبي يطوف على ناقته، ومن أجل ذلك هنشوف تفاصيل هذا الموقف ولكن بعد الفاصل. أيها الأحبة في الله، عدتم إلينا وعدنا إليكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف راكبا ليس من باب الكبر ولا الخيلاء ولا إنه يميز عن الناس، لا أبدا، لكن عشان يحقق هدفين. الهدف الأول اللي يحب يشوف النبي هيشوفه من مسافة بعيدة، وبالتالي لا يتدافع، لأنه لو تدافع الناس لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأوا يؤذوا النبي، ممكن يؤدي إلى هلاك النبي أو موت النبي، أو إن النبي بقى يجيب بودي جارد وحاجات حوالين منه كده فيدفعوا الناس عن المجيء إلى النبي، هيأذي الناس. يبقى اللي رايح ده بحب شديد للنبي يلاقي نفسه اتضرب ولا بعد، هيتحول. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا سلام. فما ينفعش النبي يوقف واحد يزق الناس ما يخليهمش يروحوا له. طب نحل الإشكالية دي إزاي؟ إن النبي يكون في مكان عالي الناس تشوفه من بعيد وبالتالي لا يتدافعوا، ومع ذلك الناس كانوا يتدافعون والنبي راكب على الناقة وبيطوف، فكان بيشاور لهم دايما يقول لهم السكينة السكينة
السكينة عباد الله، السكينة عباد الله. يعني ايه؟ بالراحة بالراحة، زي ما احنا بنشوف كده الالافات في الطواف يحدث حالات من الموت وحالات من الاصابات الخطيرة. السكينة فين؟ انت وراك ايه عشان تزق ده وتزق ده؟ عاوز تخلص السبع اشواط. السكينة، سيدنا النبي على الرغم من كل اللي فعله يقول لهم السكينة، الهدوء، الهدوء، انتم في بيت الله الحرام. السكينة عباد الله، السكينة عباد الله. يبقى امشي بالراحة، ما تزقش وتدفع، وكل واحد بصحته. ممكن تزق واحدة ست، واحدة عجوزة، واحدة تعبانة تقع. ليه نوصل لده؟ لا، امشي زي ما الناس ماشية بخطوات هادية. حتى في الرمل ما في فرصة ان انت تجري فيها، اجري. ما فيش فرصة، خلاص بتجري مكانك كده وانت ماشي عشان ما تدفعش وتؤذي الناس. ده الهدف الاولاني. الهدف الثاني تعليم الامة. لما النبي يروح كذا ولا يعمل كذا ولا يقول كذا وهو ماشي على الارض مع الناس مش هتشوف النبي، لكن هو من البداية اعلن هذا المبدأ. قال لهم ركزوا معايا وركزوا عليا وركزوا الكاميرا والصوت والصورة، خلي بالكم ركزوا. خذوا عني مناسككم، خذوا عني فعل امر، خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. يعني ممكن ما تشوفونيش تاني وممكن مش هحج تاني، فركزوا في المواقف اللي انا بعملها، في الحركات اللي انا بعملها، في الكلام اللي انا بقوله. الكلام ده لو النبي ماشي مش هيشوفوا حاجه ولا يركزوا على حاجه، لكن النبي وفوق قدروا يركزوا في الكلام ده. خلص سيدنا النبي الطواف 7 أشواط. 7 أشواط. وليه 7 أشواط؟ هو وقف، الناس كانت بتطوف قبل كده برضه هم 7 أشواط، لكن العدد 7 هنلاقي له حكمة. فربنا خلق الأرض 7 أراضين، وخلق السماوات 7، والطواف حول الكعبة 7، والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، والسجود على الأرض على 7 أعضاء، وأيام الأسبوع 7 أيام. وفي سبعات كتير قوي، هنلاقي إن رقم 7 من أحب الأرقام إلى الله، فأحب الأرقام إلى الله الوتر، وأحب الوتر إلى الله 7. فمن هنا كان الطواف حول الكعبة 7 أشواط. وقيل أن كل ما طفت شوط كأنك ارتقيت إلى سماء من السماوات. طفت شوط بقيت في السماء الدنيا، الثاني في السماء الثانية، الثالثة السماء الثالثة، ال7 كأنك وصلت إلى البيت المعمور في السماء ال7، اللي سيدنا النبي رأى الخليل إبراهيم جالسا بجواره مسندا ظهره إلى هذا البيت المعمور. يبقى كأن أنا لما أطوف ال7 أشواط كأنما صعدت 7 سماوات، حتى قيل أن البيت المعمور يقع فوق الكعبة المشرفة مباشرة، يرتبط بالكعبة بعماد من النور، حتى قيل لو أن حجرا من البيت المعمور سقط لوقع فوق الكعبة المشرفة. من هنا قالوا إن الكعبة هي سنتر الكرة الأرضية، والبعض قال أنها مركز الكون كله، مركز الكون. ومن هنا النبي طاف ثم قبل الحجر، أو قبل الحجر وطاف. ثم بعد ذلك نتابع مع الحبيب المصطفى رحلته في حجة الوداع، ولكن تابعونا في لقاءات قادمة من خلال هذا البرنامج من المؤمنين رجال.